أكبر كذبة قالوها لينا هو أن الحماس هو اللي كيخليك تنجح، ولكن الحقيقة مختلفة تماما. إلا كنتي دائما كتبدا وكتحبس فراه هذا الفيديو ليك. الإنسان ملي كيبدا شي حاجة جديدة كيكون عنده الحماس عالي وكيبدا يتخيل في النتائج، غادي يولي عنده جسم جديد، غيولي عنده بزاف ديال الفلوس، غادي ينجح وكيحس براسو غادي يبدل حياته كاملة. الحقيقة هو أن الدماغ ديالنا كيعشق البدايات الجديدة، حيت كيعطيك واحد الإحساس وهمي بالإنجاز. انت يلاه بديتي، ولكن الدماغ ديالك كيعطيك احساس بحال راك نجحتي وساليتي. بحال مثلا فاش كتقرر انك غادي تولي تقرا الكتوبه وكتمشي تشري كتاب لاول مره وكتجيبو للدار، الدماغ ديالك كيعطيك واحد الاحساس بحال راك انت وليتي انسان مثقف وانت باقي ما قريتي حتى شي صفحه. ايوا يا سيدي، كتعيش بهذا الاحساس غير شي ايامات قليله صافي وكيبدا الحماس ينقص، التعب كيبدا يبان، كيبدا يدخلك الملل. وهنا فين كيبان الفرق بين الناس اللي كيكملوا وبين الناس اللي كيحبسوا. الغلط اللي كيطرا هو ان الناس كيسحب ليهم خاصهم يعيشوا بنفس الحماس ويكون عندهم نفس الحماس كل نهار باش يخدموا، ولكن الحقيقه هو ان الحماس امر مؤقت ماشي نظام حياه. الا كنتي كتسنى حتى يكون عندك الحماس عاد تخدم على راسك فراك عمرك ما غادي توصل. الا مشيتي بهذا المنطق كون اكيد انك ما غادي تحقق والو. الا بغيتي توصل لاهدافك خاصك فاش يكون عندك الحماس تخدم، وفاش ما يكونش عندك الحماس حتى هو تخدم. الناس اللي كينجحوا ماشي حيت دائما متحمسين ودائما عندهم الانرجي، ولكن حيت عندهم النظام. الفرق فين كاين في ان الحماس كيخليك تبدا، ولكن النظام يا صديقي كيخليك تكمل. النظام يا عزيزي المستمع كيخليك تصنع عادات، والعادات كتولي جزء من حياتك، جزء من نهارك، وكتولي ديرها يوميا بلا حتى شي مجهود. الا اكتسبتي غير عاده صغيره تقدر تبان لك ماشي شي حاجه وانها ما غديرش الفرق، ولكن الا درتيها كل نهار ونهار على نهار بشكل تراكمي كتصنع الفرق. مثلا انت واحد الانسان باغي يتعلم لونجلي، فغادي تاخذ قرار انك غادي تتعلم تحفظ 10 الكلمات كل نهار. تقدر تبان لك شي حاجه بسيطه وما غادي توصلك حتى شي حاجه، ولكن الا جيتي تحسبها فراه 10 الكلمات في النهار غادي يعطيوك 70 كلمه في الاسبوع، وغادي يعطيوك 300 كلمه في الشهر. اما في العام غادي يعطيوك 3650 كلمه. المثل المغربي كيقول قطره بقطره كيحمل الواد، وهذا الشيء هو اللي كيتجلى في هذا الشيء اللي قلنا دابا. قوة العادات يا صديقي كتصنع لك فرق كبير. عادة صغيرة غديرها يوميا بشكل يومي بشكل تراكمي غتحقق لك هدف كبير اللي كان كيبان لك انت مثلا صعيب او خاصك مجهود باش توصل ليه، ولكن الا حطيتي عادة صغيرة غادي ديرها يوميا بمجهود اقل غادي توصلك للهدف اللي انت كنتي كتمناه. خلاصة، باش تنجح خاصك تصنع روتين يومي وتلتزم بالانضباط. دابا غادي ندوزو كيفاش انك تقدر تصنع واحد النظام بسيط يومي اللي تقدر تلتزم به. اول حاجه خاصك تعرفها هو ان البدايه هي اللي كتكون صعيبه، فإلا حطيتي شي حوايج كبار وكثرتي عليك وحطيتي عادات كبار اكيد ما غاديش تقدر تكمل. اذا خاصك تبدا صغير. باغي تقرا كتاب ما تقولش غادي نقرا ساعه كلها، قول غادي نقرا 5 دقائق يوميا، ولكن ما نزقل حتى نهار، حيت العقل ديالنا بالطبع ديالو ما كيبغيش التماره. فالحوايج الصغار كيبان لي انه مقدور عليهم، بينما الحوايج اللي كبار كيعجزوه وكيبانوا لي انهم معقدين، فهو كيفضل انه ما يديرهمش. ثاني حاجه غادي تساعدك انك تصنع روتين وتلتزم به هي البيئه. وجدي البيئه اللي غتخليك تخدمي. اهم حاجه تكون بيئه نظيفه مرتبه، ما محتاجش الروينه. البلاصه او البيت اللي غتخدمي فيه الا كان نقي ومرتب وكيبان لك مقادد فراه كيعطيك واحد الاحساس بالراحه، فكتقدري انك تبداي تخدمي وانت مرتاحه بلا ما تشوش عليك حتى شي حاجه. ثالث حاجه وهو ربطي العاده اللي انت باغا تكتسبيها بعاده هي اصلا عندك ومكتسبها. مثلا انت كتصلي ولكن ما كتقرايش القران وبغيتي تولي تقراي القران، فغتقولي مورا كل صلاه الفجر غادي نجلس نقرا 4 صفحات من القران. كما قلنا بدايه صغيره، ما غاديش تقولي غادي نقرا 10 صفحات ولا 20 صفحه ولا حزب، بدايه غير صغيره. هكا كتولي عندك عاده مرتبطه بعاده، فكتولي فين ما درتي ديك العاده اللي اصلا انت مكتسباها كتنوضي ديري العاده اللي انت باغا تكتسبيها، ومع مرور الوقت حتى هي كتولي عندك عاده مكتسبه وكتبقاي ديريها بلا ما تحسي بها ثقيله اولا كديريها بزاف، كتولي ديريها وانت مرتاحه. رابع حاجه تقبل انك ما غاديش تكون مثالي. اصلا المثاليه ما كايناش وهي غير مجرد وهم. حتى الناس اللي كيبانوا لك واصلين وناجحين حتى هما مستحيل يكونوا مثاليين، ضروري كيكون التقصير من شي جانب. على اي الا واحد النهار ما خدمتيش اولا ما التزمتيش بديك العاده اللي انت بغيتي تدرب عليها،
فما تبقاش تلوم فراسك وتجد فراسك وتحبط صافي وتبغي تحبس. لا صافي داك النهار داز ما درتي فيه حتى شي حاجه، سكيب، غادي دوز للنهار الاخر. اهم حاجه انك ما توقفش وتبقى تحاول، ونهار على نهار وبالمحاولات ديالك والاصرار ديالك غتوصل داكشي اللي بغيتي. كما قلنا اهم حاجه هو انك ما تحبسش. خلاصة، النجاح ماشي هو قرار كبير، النجاح هو مجموعة من القرارات الصغيرة اللي كتلتزم بها وكتبقى تكررها نهار على نهار. الا كنتي دائما كتبدا وكتبقى تحبس وكتسنى في الحماس، فاليوم هو الوقت المناسب انك تحبس هاد الشيء هذا وتكسر هاد الدائرة وتبدا بداية جديدة. اختار حاجة وحدة صغيرة انت عارف انها غادي توصلك للحلم ديالك وبدا فيها اليوم وبقى تكررها كل نهار. الا تبعتي هاد الخطوات اللي قلت لك كون اكيد انك غتولي قادر تصنع روتين يومي اللي غيوصلك لاهدافك، وما غتبقاش تسنى في الحماس تا يجي عادة تنوض تخدم على راسك. والا وصلتي هنا ما تنساش تدعمي هذا المحتوى بلايك واشتراك باش يوصل الناس وحدين اخرين فعلا محتاجين يسمعوا هذا الكلام. باي.